ألف 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 مبروك فوز الهلال وعقبال فوز البلد. 9 نقاط غالية جدا جدا وفوز على المولودية، فوز مختلف. عشان كده قررنا اللي نعمل لكم فيديو مختلف. هنبدأ من التشكيلة. كان حاسم جدا حازم جدا فلوران السنة دي في التشكيلة. صلاح عادل والد الدين وجان كلود ما لعبوا كويس المباراة الأولى، طلعوا من التشكيلة المباراة الثانية. لعبوا كويس والد الدين وجان كلود بعد دخولهم بدلة قدام مازيمبي، رجعوا التشكيلة الأساسي. عبد الرؤوف قدم شوط أول ممتاز مع مازيمبي، غلط في كرة الهدف قطعت منه مرتين قدام مازيمبي، طلع من غيروا في المباراة وطلعوا من التشكيلة قدام المولودية أساسي. بعدين حاجة تانية، كل مباراة قرأوا فلوران ومعاه محلل الأداء أديس بطريقة ممتازة جدا حقيقة. الكرة الأولى قدام الشباب التنزاني، الكرة العالية اللي اتلعبت خلف الدفاع وعملت الفارق. الكرة الثانية اتلعبت باصات بين الظهير الأيمن وبين قلب الدفاع وجاء منها الهدفين. المباراة دي حاجة استغربت إنه عبد الرؤوف ما لعب وبدأ جنكلوت على اليسار، لأنه عبد الرؤوف بيساعد الهلال في الطلوع بالكرة. لكن هنا كانت الخطة إنه يضغطوا عالي على دفاع المولودية وعلى حارس المولودية. من الدقيقة 30 من أول مرة ضغطوا والكرة طلعت برا، وشفنا كيف مدرب المولودية يعني جنة الفرنسي خلاص ما عرف يتعامل. بيجوا يضطروا المولودية يلعبوا كور طويلة كور عالية. الهلال كان أقوى في النص، ماديكي وفوفانا بيقطعوا الكرة وعملوا هجمات مرتدة كثيرة جدا. كان التعادل نتيجة معقولة ومقبولة للهلال وهيتصدر المجموعة. لكن السنة دي الهلال غير، الهلال مختلف، يعني ممكن يعمل حاجة زيادة. شاهدنا فوفانا كيف سجل هدف براسه، ودي إضافة مهمة جدا جدا لفوفانا، انه اضاف في الكرات الثابته حاجه، ولاعب كابتن يعني لاعب عاقل، لاعب رزين في خط الوسط. المباراه اللي فاتت لما كان متفوق في خط الوسط مع زيمبي قدر هو يتصدى للهجمات، قدر يتعامل مع الموقف. المباراه دي نفس الطريقه شفناه كيف بيقطع الكوره، كيف بيتصدى، كيف بيتزلق، كيف بيتصدى. لاعب ممتاز جدا واضافه مهمه جدا جدا للهلال. يعني كلاعب قائد، الهلال عنده لعيبه كتار ممتازين، لكن مهم اللاعب اللي بيتكلم، اللاعب اللي بيوجه زمايله، اللاعب اللي بيقدروا يعتمدوا في الوقت الصعب خارج الارض قدام المولوديه انه يتالق. ما زين بيمسك عليك كره في ملعبك تقدر تصدى. فكان فوز مهم جدا جدا بالنسبه للهلال، و9 نقاط، وكافضل فريق افريقيا هذا الموسم في المجموعات، وان شاء الله القادم افضل وافضل بالنسبه